السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده في رحله البحث عن الذات. الرحله اللي احنا بدأناها من اول رمضان، من كل عام وانتم بخير. بس في البدايه في شكرين لازم اقولهم. الشكر الاول شكرا لكل الناس اللي بتدعم الفيديوهات دي باللايك والشير والتعليقات اللي مشجعه ليا، واقتراحاتكم اللي بجيب منها حلقات الفيديوهات دي، وده اول شكر. الشكر التاني شكرا لكل الناس اللي دعت لي لما الدبوس اللي وقف في زوري ورحت طلعته بفضل الله. الحمد لله. كان في شويه تجريحات بسيطه، بس الحمد لله بقيت افضل بكتير، والحمد لله على كل حال وعلى قدر الله، والحمد لله دائما وابدا. النهارده في محطتنا العشرة هنتكلم في موضوع من المواضيع المهمة جدا جدا جدا. موضوع أحد الأصدقاء اقترحوا لأنه يعني موضوع شائع جدا. ازاي ابني علاقة سوية او تكون فترة الخطوبة فترة ناجحة وفترة سوية بالنسبة لنا، وانها تكون فترة لجواز ناجح سليم. بصوا يا جماعة، انا اتكلمت في الموضوع ده كتير جدا جدا جدا، ورمضان اللي فات عملت حلقات كتير، ويمكن عندي على الصفحة عملت فيديوهات كتير ونزلت مواضيع كتير وشروحات كتير جدا. بس خلينا نكرر برضو علشان خاطركم وبناء على طلبكم. خلينا نبتدي الموضوع من الاول خالص، واحده واحده، وركزوا معايا، ويا ريت اللي عايز يكتب يكتب لان الموضوع ده مهم جدا. اولا عشان تقول لي انا عايز اكون جوازي يكون جواز ناجح، او خطوبتي تكون خطوبه مثمره، خطوبه ناجحه، خطوبه سويه، لازم الخطوات دي امشي عليها صح. وبمشي عليها وامشي عليها اللي انا ابتدي اشتغل عليها صح، مش اكبر دماغي، مش هفوت زي ما ناس كتير بتعمل. ليه؟ ده ليك انت، ده ليك انت، ده الهدف اللي هيوصلك انك تعيش علاقه سويه، علاقة ناجحة، إنك تفهم فيها كل شيء. خطوات عملية. تعالوا نمسك أول خطوة ومعايا واحدة واحدة. بصوا يا جماعة، قبل ما تقول وقبل ما تفكر إنك تخطب، أو لما تفكري إنك تتخطبي أو إنك ترتبطي على المعنى الشائع بتاعنا، لازم أعمل نقطة مهمة جدا ووقفة مهمة جدا، ألا وهي أنا همسك ورقة وقلم. حلو الكلام. همسك الورقه والقلم دول وهبتدي اكتب ايه المواصفات اللي انا عايزها او اللي انا عايزاها في شريك حياتي. المواصفات الشكليه، المواصفات الجسديه، المواصفات الفكريه، المواصفات الثقافيه، المواصفات الاجتماعيه، المواصفات الماديه. بص، ومواصفات الشهاده، المستوى الديني، ده كله لازم اكتبه. ليه لازم اكتبه؟ عشان ده البناء اللي انا هبتدي اشتغل عليه. دي اول نقطه هكتب. رقم اتنين، بعد ما بدات اللي انا كتبت الكلام ده كله ورصت، وهتكلم بكوني انا شاب اكتر لان اللي طرح الموضوع ده عليا شاب. انا بعد ما كتبت ده وعرفت المواصفات اللي انا عايزها، على سبيل المثال عند اغلب الناس والنسبه الشائعه من الشباب عايز بنت متدينه او بنت ملتزمه. طيب، انا عايز بنت متدينه وبنت ملتزمه، يبقى هروح ادور على المتدينه الملتزمه. طب دول بنلاقيهم فين؟ غالبا بتلاقيهم في المساجد. يعني احنا في رمضان دلوقتي هتلاقيهم في صلاه العشاء وفي صلاه التراويح وصلوات الفجر هتلاقي ان البنات دي موجوده. انت ممكن هتعمل ايه؟ ممكن تقول للامام المسجد، ممكن تقول لحد معرفه انا عايز بنت مواصفات 1 2 3 4. لو لقيت المواصفات دي ابقى بلغني بيها، او اديني العنوان بتاعها، او وريها لي من بعيد اشوفها من بعيد. تمام؟ وده حقك المشروع وده حق الشرع. او انا شفت بنت طالعه من صلاه العشاء صلاه التراويح، لفت نظري ستايل بنت معين، شكلها، لبسها، حيائها، كسوفها، همشي وراها، هعرف بيتها فين وهروح اتقدم لها. عرفت بيتها، عرفت انها مش مخطوبه، هروح اتقدم. ودي اول نقطه واول خطوه. معاها الخطوه الثانيه، ودي نقطه مهمه جدا، مهمه جدا جدا جدا، الا وهي سواء انت كنت عايز بنت ملتزمه، او انت عايزه شاب ملتزم، او شاب متدين، او بنت متدينه، لازم عليك بتقوى الله والدعاء، لانها ده رزق يا جماعه.
ده رزق من عند ربنا. الزوج الصالح او الزوجه الصالحه ده رزق من عند ربنا، يرزق به من يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء. انت ممكن ببساطه شديده انت ماشي في حالك مش واخد بالك، تلفت نظرك بنت، او تسمع عن بنت اتنين بيتكلموا عنها فمواصفاتها تعجبك، فانت تسأل عنها، طب هي فين، طب هي مؤهلة للجواز، طب سنها كام. وعلى فكرة السن برضو عامل مهم جدا، انك تعرف او انك تعرفي السن عامل ازاي، ودي اول نقطة. كده انا بدأت اول مرحلة. المرحلة الثانية احنا كشباب، انا سمعت عن بنت وجبت، شفت بنت، هروح اتقدم. في البداية انا بروح اتقدم، بيبقى فيه حاجة اسمها رؤية شرعية. في الرؤية الشرعية دي انا بقعد اتكلم معاها، اتعرف عليها، ببتدي اشوفها، بركز في تفاصيلها. بتركزي انت كمان في تفاصيل، ده ما فيش هنا حياء نهائي، ده حقك، ده الشرع اللي بيقول، والله ده الشرع اللي قال بشهاده، ده النبي اللي امر احد الصحابه اذهب فانظر اليها. انك تروح تشوفها وانك تراقبها من بعيد، انك تشوف تصرفاتها بتعمل ازاي، انك بتتعامل ازاي، وانت نفس الحكايه، انك تشوفيه، تشوفي تفاصيل، تشوفي وشه، تشوفي ملامحه، تشوفي دق تفاصيل ملامحه، تشوفي ايديه، تشوفي الشراب اللي لابسه، تشوفي هدومه. اي هو انت نفس الحكايه. ده الحلال، دي اسمها الرؤيه الشرعيه. ليه رؤيه شرعيه؟ عشان بنشوف التفاصيل فينا من بعض. حصل عمليه القبول، ايه حسن ان احنا ارتحنا لبعض، ممكن اعمل رؤيه شرعيه مره واثنين وثلاثه، على فكره مش مره واحده، ممكن تبقى مره واثنين وثلاثه، قاعده واثنين وثلاثه. تمام. الاعداد دي ممكن تكون في البيت وممكن تكون في كافيه بره. يعني في ناس بتعملها كافيه بره عشان لو ما فيش قبول ولا حاجه ما تتحسبش عليهم ان في عريس دخل لهم البيت، ماشي ما فيش مشكله، على حسب الدماغ. حلو. في قبول، نخش في مرحله ثانيه بقى. مرحله ايه؟ مرحله اللي انا داخل على اتعرف على الشخص نفسه. بصوا يا جماعه، وناخدها واحده واحده وركزوا معايا في النقطه دي. الخطوبه مش تلبيس دبل، ده مبدئيا يعني. الخطوبه ما فيش حاجه اسمها خطوبه تلبيس دبل. الخطوبه انا ممكن اخطب من غير اي دبل واقول ان دي خطيبتي. ايوه يا جماعه، تلبيس الدبل دي عاده من العادات المجتمع بتاعتنا، لكن ليست من اسلاميه. هي عاده اتعودنا عليها في بلادنا العربيه على مدار السنين، خلاص احنا متعودين عليها والشرع موافق فيها، ماشي. بس ليه الخطوبه دي اللي لبس الدبل ما فيش لمس والكلام ده كله. حلو. طيب الخطوبه دي عباره عن ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال لك الخطوبه دي وعد بالجواز. الخطوبه وعد بالجواز، هي مش جواز، ده الشرع الاسلامي اللي بيقول الخطوبه وعد بالجواز. وعد يعني ايه؟ يعني انتوا الاثنين اغراب عن بعض. انا جاي بقول البنت دي انا حاجزها، ماشي؟ ليه؟ انا عايز اتجوزها، فانا حاجزها. ما يجيش واحد شخص غريب يجي ايه يخطبها عليا. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك، قال لك لا يخطبن احدكم على خطبه اخيه. حلو الكلام. طيب فتره الخطوبه دي بنعمل فيها ايه بقى؟ فتره الخطوبه دي ولا فتره خروجات ولا فتره سهر ولا فتره فسح ولا فتره كلام يوميا، شات وفيس ومش عارف ايه واللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا واللي احنا بنشوفه في حياتنا كمان. لا، هو ما فيش الكلام ده. امال فيها ايه؟ فيها حاجه اسمها ضوابط شرعيه. الضوابط دي وضعها الاسلام، كتبها علماء الفقه، ماشي؟ من النبي، من حياه النبي، من النبي وكلام النبي وكلام الصحابه، ومن التشريع الاسلامي من القران والسنه. تمام؟ حلو الكلام. الضوابط دي هي اللي بتكون الميزان الاول لنجاح الخطوبه، وانك تكون خطوبه سويه. بمعنى ايه؟ انك طول ما انت ماشي في الخطوبه بشكل سليم اللي هو هدف التعارف. بمعنى انا النهارده اتخطبت ليها، معنى كده اللي انا بقرب لها وهي بتقرب لي. بنتكلم بشكل مشروع، بنتكلم بمقابلتنا مع بعض، ماشي؟ المقابله مع بعض اللي هما بنتقابل بيكون في وجود الاهل، بنتكلم في تليفون في وجود الاهل، مش كل يوم، مرتين بالكتير في الاسبوع. مع المقابله المره ولا المرتين في الاسبوع بنقعد نتكلم فيهم مع بعض فيس تو فيس. بشوف تعبيرات وشها ايه، بشوف
جسمها عامل ازاي، تعبيرات لغه جسدها عامله ازاي، طريقه كلامها عامله ازاي، اسلوبها في الحوار عامل ازاي، طرحها للنقاشات عامله ازاي، لو في مشكله بنتكلم في المشكله ازاي. ده اسمه، هي دي فتره الخطوبه، بتعرف عليها بشكل قريب، بروح اسال عنه، بروح اسال عنها في المكان اللي هي بتشتغل فيه او المكان اللي هي بتدرس فيه، وهو نفس الحكايه، وبنروح نتعامل. يوم ما بننزل نخرج بشوفه تعاملاته عامل ازاي مع الناس، تعاملاتها ازاي مع الناس. ده اللي بيخليني هنا ابني صوره كامله عن الشخص ده، وابتدي اجيب بقى الورقه اللي انا كاتب فيها هل الشخص ده مناسب للمواصفات اللي انا كاتبها عنه ولا لا. هل المواصفات دي هي مناسبه ليا ولا لا. هل المواصفات دي او الطريقه دي اللي انا اكتشفتها على مدار الخطوبه اللي هي بتبقى من سنه لسنه ونص، الخطوبه اللي هي من سنه لسنه ونص دي اللي انا اتعرفت فيها عليه، هل الخطوبه دي فعلا هي حققت لي التعارف اللي انا اقدر ان انا اقيم؟ لانك هيجي عليك وقت، سواء انت او انت، هيجي عليك وقت، الوقت ده لازم هتقول ولازم هتقيم هل الشخص ده مناسب ليا ولا لا. طب لو مناسب ليا بنسبه قد ايه؟ 80%، 90%، 95%، ولا لا؟ انا بتكلم في تناسب يا جماعه، ما بتكلمش في الاحسن، ما بتكلمش في الكمال، انا بتكلم في التناسب. التناسب هنا زي بصوا زي فيشتين، زي فيشت الذكر والنتايه، احنا بنقولها في لغه الكهرباء كده، ذكر والنتايه، اللي هو تناسب، مناسبين لبعض، اللي هو حاجه زي كده كده بالظبط. احنا مناسبين لبعض، بنسد فراغات بعض، مناسبين لبعض، مناسبين لافكار بعض، لعادات بعض، للمستوى الديني بتاع بعض. احنا بنكون في بينا التناسب ده. التناسب ده يا جماعه هو اللي بيبني بعد كده زواج سعيد، زواج ناجح، زواج فيه احنا بنطرح فيه مشاكلنا، ماشي، بنعرف نتعامل بيها، في ازمات بنعرف نتعامل بيها، وده اللي بيحصل. طيب ده بيتعرف ازاي؟ في وقت الخطوبه بقى ببتدي اكتشف الطرف الثاني، ببتدي اكتشف العيوب، ولازم اركز في العيوب. وهنا لازم اقف وقفه يا جماعه، الوقفه دي بالله عليكم ركزوا معايا فيها. الناس طبعا احنا اغلبنا الا من رحم ربي الخطوبه عنده سداح مداح، اللي هي ما فيهاش ولا ضوابط شرعيه ولا فيها اي بتنجان زي ما احنا بنقول، ماشي، ما فيش اي الكلام ده كله. حلو. فهي دي الفكره، فكره ان انت بتعمل نقطه كارثيه، ان انت بتخش بمشاعرك او هي بتخش بمشاعرها، ومفيش ضوابط. اول ما بيتخطبوا بيلاقوا اللي هو تلاقيه هو بيخش يقول لها انا بحبك، انت وحشتيني، انت مش عارف ايه، لا، وهو بيطلب منها ان هي تقول له نفس الكلام، او العكس، هي بتخش وتقول له انا وحشتيني، انا بحبك، والكلام ده كله. لا يا جماعه، الكلام ده ما فيهوش الكلام ده، الخطوبه ما فيهاش الكلام ده، الشرع ما قالش الكلام ده اصلا. طب ايه يا عم حسام الضوابط الشرعيه؟ الضوابط الشرعيه واحد، اولا غض البصر، غض البصر. خلاص انت وافقت على الخطوبه، معنى انك شفتها اكتر من مره، هنا بتغض بصرك، غض البصر ليك وليه، ماشي. عدم اللمس، عدم الخلوه، عدم الخضوع بالقول. يعني ايه الخضوع بالقول بقى؟ ونمسك الجزئيه دي بقى. الخضوع بالقول هو انك تتكلم باسلوب لين، بمعنى بحبك، الكلام الرومانسي، انت بتحبيني، انا بحبك، انت مش عارف ايه، انا ايه، الكلام ده كله حرام حرام حرام، ماشي. الخضوع بالقول، ماشي. شغل النحنحه والسهوكه ومش عارف ايه، لا انا بحبك، انا ما اكلتش النهارده من غيرك، لا انت ما اكلتيش النهارده من غيرك، مش عارف، كل الكلام ده ماله حرام، لا يجوز شرعا، تمام. فده اسمه عدم الخضوع بالقول. عدم الخضوع بالقول في الكلام الرومانسي، عدم الخضوع بالقول في رقة الصوت عند البت والاسلوب، حتى لو هي اسلوبها رقيق اصلا، لازم تغير من ده علشان تقدر تخليه يركز، تمام. النقطة الثالثة والمهمة جدا، عدم الدخول في المناقشات الجنسية، عدم الدخول في المناقشات الجنسية. ليه؟ ما هو ده كله حرام، ودي من الضوابط الشرعية، دي الضوابط الشرعية. طيب الضوابط الشرعية دي ليه بقى اتعملت؟ علشان العقل هو اللي يبتدي يتحكم، مش المشاعر، عشان ما تجيش انت تتعلقي بيه او هو يتعلق بيك وما يكونش في منكم انتوا الاثنين تناسب، فتفسخوا. لما تفسخوا محدش فيكم يتعب، محدش فيكم يتألم. دي النقطة الثانية، وعشان يكون التقييم ما يكونش مجروح. بمعنى ايه؟
بصوا المشاعر لما تخش المشاعر في اي حاجه هتهز التقييم. هتقول بس هو في حاجات مش كويسه، بس في حاجات تانية حلوه هتلاقي نفسك انك بتميل للمشاعر اكتر الحلوه عشان عايز ترتبط بالشخص ده. وده الغالب اللي بيحصل، اللي بيوصل بعد كده للبسه في الحيط. ده اللي بيوصل بعد كده للبسه في الحيط، انك مش هتسمع، مش هتشوف العيوب، مش هتشوف العيوب. ان العيوب انت بتختار الشخص وبتختار عيوبه كمان، انت بتختار الشخص وبتختار عيوبه كمان. العيوب دي هي اساسي اللي انت هتتعاملوا معاها يا جماعه. انا بختار الشخص بعيوبه ومميزاته، انا بشيل شيله كامله، الشيله دي بتكون عيوبه ومميزات الشخص نفسه، بتكون سماته الشخصيه، طريقه تفكيره، مستواه، الكلام ده كله، واهله كمان. بتعامل مع اهله، انا بختار اهله، انا بتجوزها باهلها، انا بتجوزه باهله. خلي بالكم من النقطه دي، انا بتجوزها باهلها وانا اتجوزه باهله. يبقى انا بختار كمان البيئه اللي عايش فيها ازاي، اهله عاملين ازاي، وده من ضمن اختياراتي في العيوب والمميزات. ده يا جماعه اللي انا بقوله، ده اللي بيبني بيوت او بيهد بيوت. اما بيبني بيت وبيبني جواز سعيد او بيهد الجواز. طيب في ايه تاني يا عم حسام من الضوابط المهمه جدا، من الضوابط اللي قالها العلم وقالها الشرع كمان، نقط مهمه لازم نحطها في القاعده. مفيش حاجه بقى اللي هو انت شفت فيها عيوب او هي شافت فيك عيوب، ما ينفعش انك تقعد تتكلم معاها فيها عليها كتير. ليه؟ انت بتاخدها من ضمن التقييمات بتاعتك. بمعنى ايه؟ خلينا نمسك الجزئيه دي، لان الجزئيه دي مهمه قوي. اولا لازم تعرف نقطه مهمه، يا كل راجل، يا كل شاب، شوف، يا كل شاب، ليس من حقك انك تعلق على لبسها، ليس من حقك انك تعلق على شكلها ومظهرها، سواء بتحط نقاب ما بتحطش نقاب. مش من حقك انك تعرف او انك تعلق اصلا هي بتخرج ما بتخرجش، بتروح لاهلها ما بتروحش لاهلها، بتروح مش عارف لفلانه، بتخرج مع صحباتها، بتخرج لحالك. انت مش من حقك تعرف ده، ولا من حقك انك تعلق عليه. ليه؟ حضرتك شخص غريب، مالكش اي سلطه عليها. ما تجيش تقول لي اصل حته الرجوله بتاعت البعض او غالبيه الناس، ايه ده انا هقبل على نفسي كده. لا يا حبيبي، انت مش بمزاجك، ولا عرق الرجوله هينقح عليك، ده شرع ربنا. احنا بنتكلم في شرع وبنتكلم في علم. شرع ربنا قال لك انت مش من حقك انك تتكلم في الموضوع ده. ليه؟ لانك حضرتك مالكش اي سلطه عليها. كل اللي عليك، طب ايه اللي انا عليا النصح والارشاد. عليك النصح، انت شفت منها عيب، شفت منها غلط، عليك نصح مره واتنين، انتهت بالنسبه لك. ما طبقتش وما عملتش، يبقى خلاص دي حاجه ترجع لها هي. ما تجيش انك تفرد فيها 7 رجال وانا فسخت الخطوبه عشان بتخرج من ورايا، ده سمعت كلام ابوها وما سمعتش كلامي، دي سمعت كلام اخوها وما سمعتش كلامي. يا حبيبي انت مالكش اي سلطه اصلا. دي نقط مهمه جدا. انت شفت عيب حابب تتكلم معاه فيها، اتكلم بشكل غير مباشر او بشكل مباشر، بيتكلم فيه. طب في مجال اللي احنا نغير العيب ده، في مجال ان في الكلام ده من غير ما انك تؤمر وانك تفتح فيه اكتر من مره، لان ده غلط ومش من حقك. انت بتتكلم هنا، انت بتعرف الشخص، بتتعرف على الشخص، بتتعرف على عيوبه ومميزاته. زي ما انت ما بتروح تشتغل في شركه فتره التدريب دي انت بتتعرف على الشركه من جوه، بتتدرب على الشغل. لقيت الشغل مناسب ليك ولقيت الدنيا مناسبه ليك، بتكمل. ما بلقيتش بتسيب الشركه وبتمشي. هي دي بالظبط نفس الحكايه، نفس اللي بيحصل مع الشركات، هي دي بالظبط. وعلى فكره ده في العلاقات كلها كده، انت بتعرف العيوب، بتعرف المميزات، وبتقيم على اساسها، وبس كده. يبقى انا كده خلاص دماغي اللي بدات تشتغل، ببتدي اعرف العيوب، ببتدي اعرف المميزات. لو في مشاكل، هو غالبا المفروض اصلا فتره الخطوبه ما يكونش فيها مشاكل، غير المشاكل الماديه بتاعت تنظيم الشقه، مش عارف ايه الكلام ده، الفلوس والماديات والحركات دي اللي ممكن اقول فيها مشاكل. اما غير كده المشاكل اللي بنشوفها على السوشيال ميديا، والمشاكل اللي بتوصلنا على الخاص، ومش عارف مين عملت ومين سوت، دي تسمع كلام صاحبتها قالت، انك تاخد الاكونت بتاعها او هي تديك الاكونت بتاعها، مش من حقك. وده اسمه شغل هبل وتجسس كمان، يعني حتى شرعا حرام. يوم ما بتتزكوا في حرام كمان. فده غلط، ده ما ينفعش. ما فيش حاجه اسمها حب، ما فيش حاجه اسمها حب قبل جواز، ما فيش حاجه اسمها حب قبل جواز.
فترة الخطوبة هي فترة التعارف، بنبتدي نقيم فيها بعض، لقيت فيها عيوب مش مناسباني، لا انا بقول شكرا السلام عليكم، لا احنا مش مناسبين بعض، وتفضلي اتفضل حاجتك، او اتفضلي عايز حاجتي وشكرا السلام عليكم وبمشي. انتهت الخطوبة كده. طيب كملت، انا ببتدي اقيم بقى، بشوف هل في عيوب. المميزات اهي، لقيت في مميزات كتير ولقيت في عيوب اقدر اتعامل انا معاها، سواء عندك او عنده. لقيت في عيوب، ببتدي اتناقش في العيوب دي، هل في مجال اللي احنا نقعد نتكلم. انا بتكلم بصراحه، بتكلم بشخصيتي، بقول والله انا شفت فيكي 1 2 3 4، هل في مجال ان الحاجات دي تتغير، واللي انا كمان لو ايه العيوب اللي انت شايفاها فيا في مجال ان انا ممكن اغيرها، وان احنا نقعد نتكلم ونتناقش. طول ما في الكلام بينكم المناقشات العلميه الفكريه بعقلك شغال وبعقلك شغال، لا احنا بنبني كده خطوبه صح سويه رزينه، ما فيهاش الاضطرابات النفسيه زي اضطرابات الساديه والتحكم والسيطره وشغل السيد وست امينه والكلام ده كله. وما فيش حاجه اسمها الخطوبه هي جواز مصغر والكلام الاهبل ده، لانه ما انزل الله به من سلطان. ده اللي بيخرب البيوت. ده لما تيجي تتجوزوا انتوا الاثنين بتلبسوا في الحيط، بتتفاجئوا بعيوبكم. ايه ده ما كنتش عارف عيوبك كده، ايه ده ما كنتش عارف عيوبك كده. لا انتوا لازم بتشوفوا ده بعض قبل الجواز. الخطوبه بتكشف ده بالحوارات والكلام اللي بينكم. لقيت فيها حاجات مش مناسبه ليك، بتبعد وبتقول سلام عليكم. ما فيهاش ولا التعلق اللعب بالمشاعر، التعلق المشاعر، ولا في الشهوه الجنسيه، الكلام الجنسي. وخلي بالكم في نقطه دي مهمه يا جماعه، ودي النقطه لكل بنت. يا كل بنت، انت لو فتحتي في فكره الشهوه عند الراجل ولمست الراجل، صعب جدا انك هتقفليها، لانه دايما هيفضل راغب فيكي، هيفضل دايما انه عايز يتكلم معاكي في الجنس، عايز لمسات جنسيه، عايز الايحاءات الجنسيه هتبقى شغاله معاكي، العلاقه الجنسيه والتاتشات الجنسيه اللمسات الجنسيه هتفضل موجوده، ماشي، لانك انت فتحت المجال من البدايه. وصعب جدا انك بعد ما تفتحيها هتقفليها، صعب قوي. تمام. فانت اللي لبست نفسك في الحيط. فمن البدايه الضوابط الشرعيه والكلام العقلي هو ده اللي بيبني خطوبه سعيده، خطوبه ناجحه لزواج سعيد وجواز ناجح. بكده انا خلصت معاكم الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون الفيديو فاتكم، واتمنى كمان ان تقولوا لي، تسيبوا لي رايكم في التعليقات، ايه المواضيع اللي انتوا حابين ان انتوا اتكلم فيها في الفتره اللي جايه. كمان انا كل يوم هاخد موضوع من اقتراحاتكم وهبتدي اتكلم فيها ان شاء الله. وادينا بنحضر مع بعض، وان شاء الله في يوم هو ناقص، اللي هو يوم امبارح اللي انا ما عملتوش واللي هو بداله الفيديو ده. ان شاء الله انا هعمل فيديو تاني على ممكن فتره العصر، وهرفعه بقى برضه بعد العصر عشان الكل يستفاد، وان احنا ماشيين مع رمضان. واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات وتسيبوا لي رايكم في التعليقات، واشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.